انا قلت لك صحابة رسول حكمه الله. بيكذب القرآن. انت حكم شنو حكم اللي بيكذب القرآن؟ انت انطينا هسه بس قل له انطينا حكم يعني شنو منافق زنديق شنو يعني اعطيني اياه. منافق. يعني اللي يكفر الصحابه انت اليوم هسه تقول اللي يكفر الصحابه منافق، يعني هسه انا اذا ما احب الصحابه صرت منافق؟ انت بتكذب القرآن. الله يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال اولئك هم الصادقون، وانت ما بتحبهمش يبقى انت لست مع الصادقين، يبقى مع المنافقين. بس بالله عليك ما تغيرش الموضوع يا حج بس، وقول لي دلوقتي الامام علي سلام الله عليه عندك صفة لله لا يملكها علي؟ اتفضل. مو انت جاي تقول لي اجيب لك شو اسمه معمم، انا شو اللي علاقه بالمعمم؟ اليوم كل انسان اذا ما يحكي اذا مو دليل ما اقدر احكي الا الدليل يلا احكي. يأتي زنديق من الزنادقة ويقول الذي أنجى إبراهيم من النار هو إبليس، والذي أنجى نوح من الغرق هو إبليس، والذي أنجى يوسف من كيد إخوته هو إبليس. هنقول له إزاي يا عم؟ كيف هذا الكلام؟ يقول لك الله قادر ولا مو قادر؟ كيف تجيبه بقى؟ الله قادر أن يجعل إبليس يفعل ذلك ولا لا؟ وأنا بتكلم عن قدرة الله دلوقتي. أنت جعلت شركاء لله. الله قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الله قال قلنا يا نار كوني. فمش إيش علي موقف علي إيه هنا؟ تمام. من الموت بيد من؟ الموت بيد الله، وملك الموت بيقبض الارواح. نعم، بس انا بقول لك ده ملك الموت بيقبض الارواح باذن الله تبارك وتعالى. هتقول لي او بامر من الله تبارك، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. نعم. لكن انا دلوقتي اما اجي اقول علي رضي الله عنه هو اللي خلق كل ذلك وهو اللي انجى ابراهيم، هو كان فين علي؟ واين اذن الله لذلك؟ الله سبحانه وتعالى قال اهو اخبر قل يتوفاكم ملك الموت. لكن فين الله سبحانه وتعالى قال قل ان علي هو الذي انجى هؤلاء؟ طب لماذا لم يكن محمد؟ لانكم تعبدون علي، لانكم ترون ان علي افضل من النبي. انتم ترون علي افضل من النبي. ولا محمد ولا شيء لا يملكون من القدر شيء الا باذن الله. الا يا الله اذن ان يشرك به.